مطحنة ديلونجي المكعبة المشهورة KG89 هي تقريبا أشهر مطحنة منتشرة جدا في عالمنا العربي من مطاحن القهوة، وده لسببين. أولا لأنها واحدة من أرخص مطاحن القهوة اللي بتشتغل بالكهرباء، وثانيا لأنها من ماركة ديلونجي، واحدة من أشهر البراندات المحترمة في عالم ماكينات القهوة بشكل عام. لكن هل المطحنة دي مناسبة لكل أنواع القهوة؟ ايه مزاياها وايه عيوبها؟ هل تستاهل سعرها ولا ممكن يكون في حاجات افضل منها باسعار مقاربة؟ هي دي النقط اللي هنتكلم عنها النهاردة. هنعمل مراجعة تفصيلية للمطحنة دي. فاهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من سولوبيديا. معاكم اسلام ويلا بينا نبدأ. اولا تعالوا نتكلم سريعا عن مواصفات المطحنة دي. المطحنة حجمها صغير، فيها الهوبر اللي فوق اللي بيتحط فيه البن، ده بيكون ثابت في مكانه ما بيتفكش، وبيشيل حوالي 120 جرام بن. والدرج اللي تحت بتاع البرج المطحون هو درج صغير بيشيل حوالي 150 جرام بن. على اليمين هنا هنلاقي بكرة درجات الطحن، بقدر اختار ما بين 15 درجة طحن من فاين وميديوم وكورس. ملناش دعوة خالص بعدد النقط المرسومة على البكرة، هما في الحقيقة 15 درجة طحن بس. ومن قدام هنا هنلاقي مؤقت للطحن، تقدر تظبطه بحيث ان انت تطحن بن يكفي لكوبايتين قهوة او 3 4 5 6 لغاية 12 كوباية. طبعا المؤقت ده هو معتمد على الوقت، فهو مش دقيق ابدا. ومن فوق هنا هنلاقي زرار التشغيل والايقاف. طبعا لو انا هعتمد على المؤقت هي هتطفي لوحدها بعد وقت معين، لكن اقدر في اي وقت ان انا اوقف بنفسي لو حسيت ان كمية البن اللي طلعت بقت مناسبة ليا. تعالوا كده نسمع صوت المطحنة. صاروخ مش مطحنة، صوتها عالي جدا جدا جدا. وطبعا اهم نقطة محتاجين نتكلم عنها هو شكل التروس بتاعت المطحنة دي. الترس بيكون موجود جوه الهوبر نفسه، اقدر افكه بان انا الفه في اتجاه عقارب الساعة، بس اكون في نفس الوقت مثبت البكرة دي بايدي عشان اعرف افك الترس. ناشفة جدا، اتفك. وهو ده شكل الترس الداخلي، هو ترس مسطح فلات وحجمه صغير، قطره حوالي 4 سنتيمتر. وهنلاقي الترس التاني راكب جوه المطحنة نفسها. والترس هو ترس من المعدن مش ستانلس زي ما ناس كتير بتكون فاكرة، ده سبيكة من الحديد المغناطيس بيمسك فيها، وعشان كده طبيعي جدا مع الاستخدام ومع الوقت نلاقي لونه بدأ يغير شوية وبدأ ان هو يتاكل شوية. كمان هنلاحظ في الترس ده هو ان فيه البلوكات الكبيرة دي، لان المطحنة دي تعتبر ضعيفة شوية، فالبلوكات دي بتساعد في تهشيم حبوب البن مع سرعة الدوران، فتحولها لأجزاء صغيرة، فيقدر بعد كده باقي الترس ان هو يطحنها للحجم المطلوب بسهولة اكتر. وبركب الترس بنفس الطريقة، لكن بلفه في عكس اتجاه عقارب الساعة لحد ما اسمع صوت التكة دي. مطحنة برضو فيها شوية مزايا امان صغيرة جدا. مقدرش اشغل مطحنة مثلا وغطا الهوبر مفتوح، لازم اقفله عشان المطحنة تشتغل. وبرضو لو الدرج ده مفتوح فالمطحنة برضو مش هتشتغل. وكمان المطحنة فيها اوفر هيت بروتكشن، لو لأي سبب سخنت شوية مع الطحن هتفصل لوحدها، فشوية مزايا للأمان ظريفة جدا. جسم المطحنة كله مصنوع من البلاستيك، حتى الدرج ده والهوبر نفسه مصنوعين من البلاستيك برضو، وجوانب المطحنة بس هي اللي متغلفة بالألمونيوم، وفي بعض الموديلات منها كمان بتيجي باللون الأسود بتكون كلها من البلاستيك. ودي كده باختصار هي كل مواصفات المطحنة. فتعالوا دلوقتي اوريكم نتائج المطحنة دي. هنجرب نطحن كمية بن صغيرة على انعم درجة وعلى اخشن درجة، وبعدها نحدد اكتر ايه هي مزايا وعيوب المطحنة دي. هنجرب الاول نحط 20 جرام 20 جرام بالظبط. برضه لازم اوضح لكم ان المطحنة دي متعدلة فعلا قبل كده، وفعلا بعد التعديل بقت بتقدر توصل لدرجات الاسبريسو للباسكت المضغوط، واحيانا مع بعض انواع البن ممكن تكون مناسبة للباسكت المكشوف، لكن مش مع كل الانواع. بسم الله. دي كده كانت مظبوطة على كوبايتين بس وما خلصتش لسه البن. هشغلها تاني.
لسه برضه مخلصتش. كوبايتين اللي بتتكلم عنهم دي، وكمان الريتنشن عالي جدا جدا جوه المطحنة. طيب تعالوا كده نشوف كمية البن اللي طلعت قد ايه. هناخد بالنا الاول ان في كمية بن كبيرة جدا مش قليلة لازقة في الدرج من الجنب، والبن ده كله بن ناعم جدا جدا، ممكن نقول ان هو مناسب درجة التركي، وفي شوية كمان هنا لازقين في الغطا نفسه وكميتهم مش قليلة خالص. هحاول احطهم على جنب في الطبق برضو واوريهم لكم اكتر. متكتل جدا كمان. طيب ده كده على جنب، ده البن الناعم جدا 19 جرام ونص. فكمية البن اللي اتحشرت جوه المكنة نص جرام بس، وده يعني رقم هايل. وطبعا الطحنة هنا فعلا مناسبة جدا جدا للباسكت المكشوف، ممكن تكون انعم شوية كمان من الدرجة اللي احنا محتاجينها. وهنا البن المطحون جدا جدا اللي هو لدرجة التركي فعلا، ده يعني بن ناعم جدا جدا، وعشان كده كمان هو متكتل جدا جدا. تعالوا دلوقتي نجرب اخشن درجة ونبص عليهم مع بعض. هعدل الترس هنا 15 تكة بالظبط. المرة اللي فاتت لو فاكرين احنا شغلناها 3 مرات والمؤقت مظبوط على ان هو كوبايتين بس. هنشوف المرة دي هتخلص البن في قد ايه. دي اول مرة مخلصتش برضو الكمية كلها. خلصت المرة دي، خلصت في مرة وربع تقريبا، فخلصت كل الكمية، مبقاش في بن تاني. فتعالوا نشوف كده ايه النتيجة. ناخد بالنا ان المرة دي كمية البن المطحون ناعم جدا جدا، لازالت كبيرة جدا جدا، هي اقل بكتير من المرة اللي فاتت، لكن انا هنا بطحن على اخشن درجة، وكمية البن الناعم اللي لازق في الغطا ولازق في العلبة كبار جدا كبار جدا جدا. فيعني اكيد نسبة التجانس مش منطقية ابدا. برضو هفصل البن الناعم لوحده والبن الخشن لوحده جوه نفس الطبق، بس ده على جنب وده على جنب. والمرة دي طلعت لي 22 جرام ونص. عارفين ده معناها ايه؟ معناها ان ممكن يكون محشور جواها من الاول حوالي 2 جرام او 2 جرام ونص، لكن ما طلعوش غير لما خشنت الدرجة، فبقى البن بيطلع منها بسهولة اكتر، فطلعوا عشان كده معايا المرة دي. يعني الخلاصة عشان ما لخبطكوش، في نسبة بن بتتحشر جوه المكنة في حدود جرام ونص لغاية 2 جرام ونص تقريبا، ودي بالمناسبة نسبة كويسة ومنطقية جدا جدا في الفئة دي من المطاحن. تعالوا كده نشوف نتيجة البن الخشن. البن الخشن هو بن خشن فعلا، مش متجانس قوي، يعني في نسبة بن ناعمة شوية ونسبة بن خشنة شوية، واخشن درجة بن موجودة فيه ممكن تكون مناسبة للفلتر، لكن ما اقدرش اقول ان هي مناسبة للكولد برو. الكولد برو عادة بيحتاج درجة خشونة اكتر من كده شوية. وطبعا نسبة التجانس واضح جدا قد ايه هي ضعيفة بسبب وجود البن الناعم جدا جدا اللي فعلا مناسب لدرجة التركي، وطالع من نفس الطحنة، وكان لازق في العلبة وفي الغطا من الكهرباء الاستاتيكية، لان هو انعم بن فبيكون اخف بن، فبسهولة بيلزق في الغطا وفي العلبة، وعشان كده قدرت افصله لوحده بسهولة على جنب. لكن لازالت الطحنة دي نفسها فيها نسبة بن ناعم، ويخلينا حتى لو استخدمنا البن ده للفلتر مش هيديني احسن نتيجة استخلاص في القهوة. وهو ده الفرق ما بين انعم درجة واخشن درجة بتطلع من المطحنة دي. ودلوقتي تعالوا نرتب الدنيا شوية ونرجع نتكلم باختصار عن مزايا وعيوب المطحنة دي، وهل هي مناسبة فعلا لسعرها ولا لا. ثواني وهرجع لكم. بالنسبة لمزايا المطحنة دي، فأولا إن هي حجمها صغير، مواصفاتها كويسة جدا، فيها مجموعة عوامل أمان لطيفة، كواليتي التصنيع والماتيريالز كمان تعتبر كويسة جدا، بلاستيك كويس وخامات ممتازة مش رديئة. وطبعا أهم ميزة هو السعر، لأن زي ما قلنا دي واحدة من أرخص مطاحن القهوة اللي موجودة في السوق، طبعا حسب الدولار بقى بكام، لكن سعرها حاليا على الأقل في حدود 3000 جنيه تقريبا، وسعرها برا مصر في حدود 60 ل 70 دولار، أو في الخليج ما بين 200 و 250 ريال سعودي تقريبا. وتقريبا في الفئة السعرية دي مفيش مطاحن كتير بتنافسها غير مطحنة براون اللي كنت عملت لكم فيديو عنها من فترة طويلة.
واللي تعتبر برضو من نفس البراند تقريبا او نفس جروب الشركات من ديلونجي، وكانت بنفس شكل التروس وان كانت في باقي تفاصيل التصميم مختلفة شوية عن المطحنة دي. اما بالنسبة لعيوب المطحنة دي فمبدئيا حجم الدرج وحجم الهوبر مش كبير كفاية وده عيب مش مهم، لكن بالنسبة لي من العيوب المهمة بصراحة هو درجات الطحن ان هي مش مترقمة ومش ماشية اصلا مع المؤشر ده نهائيا. طبعا من العيوب التانية ان المؤقت ما يعتمدش عليه خالص، صوت المطحنة زي ما شفنا وسمعنا عالي جدا جدا مزعجة فعلا. عيب كمان ان هي بتحشر كمية بن جواها، ده بيخلي فيه نسبة هدر في البن او البن القديم بيطلع مع البن الجديد. المجرى الافقي اللي جوه ده هو ده اللي بيحشر كمية بسيطة من البن جواه، لكن كل ده مش مشكلة. اهم واكبر عيب في المطحنة دي في الحقيقة هو عدم تجانس الطحنة اللي طالعة منها، سواء في انعم طحنة او اخشن طحنة فيه بن ناعم كتير مع البن الخشن اللي انا محتاجه. كمان زي ما شفنا بسبب ان فيه 15 درجة طحن بس مش هتقدر تجمع كل درجات الطحن من اخشن درجة لانعم درجة ممكن تستخدمها للقهوة. وطبعا برضو لازالت انعم درجة دي مش مناسبة ابدا للقهوة التركي، ومش دايما برضو هتكون مناسبة للباسكت المكشوف. ولو جينا كده سريعا نقارنها بمطحنة براون فهنلاقي ان هما تقريبا نفس الحجم، لكن هنا الهوبر اكبر، درج البن اكبر شوية، التصميم كمان في رأيي اشيك كتير في براون، وهنلاقي كمان درجات الطحن مترقمة فاقدر بسهولة اعرف ايه الدرجة المناسبة للطحنة اللي انا محتاجها. برضو المطحنة دي كانت محتاجة تعديل وعملت لكم فيديو لطريقة تعديلها، وبرضو بسبب ان هي 15 درجة طحن بس فمش بتقدر تجيب لي انعم درجة مع اخشن درجة لكل فئات القهوة. بعد التعديل برضو بقت مناسبة للاسبريسو الباسكت المكشوف، وبقت اخشن درجة فيها مناسبة للفلتر لكن مبتوصلش للكولد برو. ويمكن الفرق الوحيد اللي لاحظته ما بين المطحنتين دول هو ان درجة التجانس شوية في براون اعلى بفرق بسيط من مطحنة ديلونجي. لازالت الطحنة هنا برضو مش متجانسة، لكن الفكرة كلها ان النسبة دي اقل بفرق واضح من النسبة اللي تطلع من ديلونجي، رغم ان شكل الترس وحجمه هو ما بين المطحنتين. ففي رأيي مطحنة براون ممكن تكون احسن شوية، وهي كمان بتنزل بنفس سعر المطحنة دي تقريبا. وبشكل عام بما ان دول من ارخص مطاحن القهوة اللي موجودة في السوق فمعقولين جدا على سعرهم، وخصوصا لو هتستخدمهم مع الباسكت المضغوط للاسبريسو او مع الموكا بوت فنتائجهم معقولة جدا جدا. ما انصحش بيهم قوي مع الفلتر لان كل ما بحتاج درجة بن اخشن وتكون نسبة تجانسه قليلة بتكون نتائج استخلاص القهوة واضح قوي فيها الفرق. لو تقدر تعلي البادجت شوية وتروح للفئة اللي بعد كده اللي بتستخدم التروس المخروطية زي مطحنة اديسون ومطحنة ساتشي اللي برضو كنت عملت لكم فيديوهات عنهم قبل كده، وطبعا بيكونوا اغلى شوية من المطحنتين دول لكن مش بفرق كبير. وبس كده. لو عندكم اي اسئلة بخصوص مطحنة ديلونجي المكعبة دي فاسألوني في الكومنتس وهجاوب عليكم باذن الله. ولو عجبتكم الحلقة فما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب في القناة عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.